وهي القيمه. انا دلوقتي الحاله الناجحه عندي انا عايز احسب لها قيمه قد ايه. يعني جه شخص وليكن اشترى عندي من الموقع ساعه، فالساعه ديت ثمنها $100، فانا عايز احسب القيمه للساعه ديت ك $100 وتظهر عندي في التقارير بتاعه جوجل ادز. طيب بعمل ده ازاي؟ انا عندي ثلاث اختيارات. اولا استخدام القيمه نفسها لكل حاله، بمعنى ان انا دلوقتي وليكن لو جيت اخترت الاختيار دوت وخليتها 100 مثلا 100 جنيه، اي حد هيشتري اي حاجه يوصل لصفحه ثانك يو اللي هو صفحه الشكر هيبقى يحسب لي 100 جنيه. طب لو المنتج ده ب 10 جنيه هيحسبها لي 100 جنيه، لو المنتج ده ب 1000 جنيه هيحسبها لي 100 جنيه. ليه؟ لان قلت له نفس القيمه لكل حاجه. خلاص اي حاجه هتحصل هيبقى كده. طب انا بستخدم دي امتى؟ بستخدمها لما يكون عندي منتج واحد بسعر واحد، او يكون عندي اكتر من منتج بس المنتجات كلها سعرها موحد، او اكون انا مثلا شخص بسوق افليت ببيع عرض معين في الحمله ديت فبربطه بالكونفرجن ديت، والعرض دوت انا كل ما بخلي شخص يشتري المنتج دوت انا باخد عموله عليه